بنخلص الشوط الاولاني بنتيجة 1-0 عشان نحط رجل في النهائي. وحسين الشحات ده انا عندي تعليق بس صغير عليه كده. الراجل ده ما بيلعبش في منتخب مصر ازاي؟ بيستلم كويس وبيشوط لا، متعة حسين الشحات ده بصراحة في الوينج عند الاهلي. بيقدم كرة حلوة والراجل في اعلى مستوياته اليومين دول. ليه ما بيلعبش في منتخب مصر؟ مش واخدينه ليه؟ ولكن ما علينا. الاهلي كده بيحط رجل في النهائي. بيبطل بقى اي مفاجآت. ممكن انبي يروح لواحدة كده، يروح لواحدة كده. لا يا باشا، خلاص 1-0 بجون علي معلول. نشوف بقى الشوط التاني ايه اللي هيحصل. كده كده انبي من وجهة نظري هيضطر يطلع بقى ان هو يهاجمك. ما عندوش حاجة يبكي عليها، ده بالعكس، ده لو كسب الماتش ده هيصعد للنهائي وهيلعب كاس السوبر. فبالنسبة لإنبي لازم يخاطر، لازم. وطبعا الاهلي لو هو الانبي خاطر هيقوم رازعه التاني ورازعه التالت، وهو ده المطلوب عشان نلعب النهائي ونشوف بقى دوري السوبر الافريقي اللي جاي علينا ده. موديست بيستفتح كده بالجون الاولاني ليه مع النادي الاهلي. جات له على طبق من ذهب، الراجل حطها خبطت في الرجل وهوب دخلت جون. الحمد لله الراجل استفتح معانا اهو. مع ان انا كنت حاسس انها طالعه بره وخبطت ودخلت جون، بس مش مشكله. المهم ان هو الراجل استفتح، وبعد كده بقى ايه يعني تفتح معاه ويبدا بقى يجيب لنا جوان بدماغه وبرجله وبكعبه ويبقى كريستيانو رونالدو بتاعنا. هنشوف، ربنا يسهل. يا عيني عليك يا امام وعلى تالت الاهداف. امام بيستفتح، امام هو شكله يوم الاستفتاحات. موديست يجيب له جون وامام يجيب له جون. احلى استفتاحه دي ولا ايه؟ النادي الاهلي ينهي اللقاء بثلاثيه في مرمى انبي، وكده يا باشا بدون مفاجآت ونضم نادي انبي لنادي الثلاثيات ونوصل لنهائي كاس مصر. نشوف بقى مين اللي هيقابلنا، الزمالك ولا بيراميدز. ومبروك علينا الصعود يا رجاله.